ايوه يا ابو الصحاب، خلاص صاحبنا القرآن وماشيين في طريق ربنا على المظبوط، صح؟ يا عم الحمد لله، ده فرق جامد. انا يعتبر جاهز لنص النهائي، وده بعد ما عرفنا اركان الاسلام والايمان وبقينا بنطبقهم في حياتنا، وكمان نهينا نفسنا عن اي حاجة حرام من اللي كنا بنعملهم. وخلاص جه الوقت اننا نصحى ونوعي الناس اللي كنا زيهم في يوم من الايام. على المظبوط يا صاحبي، الوقت احنا هنتكلم في نص النهائي، فاكيد هتكون حاجة مهمة قوي. اكيد يا اخويا، الكلام النهارده عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. جامد ده، عايزين نفهم على الهادي كده. هبدأ لك باساسيات الامر بالمعروف، وهما كام نقطه هقولهم لك على السريع. واحد، صلاه الجماعه في المسجد. سهله دي، وانا رايح اصلي هاخد صحابي في ايدي. رقم اتنين، اتباع الجنازه والصلاه عليها. رقم تلاتة، قول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تخيل لو حد عرف منك المعلومة دي، كل مرة هيقول فيها انت هتاخد حسنات زيك زيه بالظبط. صلة الرحم، مثال بسيط، هتروح تزور عمتك، خد ابن عمك معاك. خالصة. لسه فيه رقم خمسة، هو صيام التطوع وزيارة المريض، زي صيام يوم الاثنين والخميس او الثلاث ايام القمرية بالظبط. اما رقم ستة، قول سبحان الله وبحمده 100 مرة. برضو اللي هيعمل كده بعد ما انا ما اقول له هاخد نفس حسناته. حلو ده. رقم سبعة، صلاة الضحى. ورقم تمانية بقى، قراءة القرآن. جميل أوي الكلام ده. بص يا معلم، أنا عارف معلومات من دي كتير أوي، بس ما بقدرش أقولها بدل ما حد يتريق عليا أو يقول لي ماشي يا عم الشيخ كده. يعني إيه الهبل ده يا اسطى؟ مش معنى إنك بتنصح حد بمعلومة هو جاهل بيها يبقى أنت كده شيخ. أنت مسلم زيك زيه، والمفروض دي معلومات من البديهي إننا كلنا كمسلمين عارفينها. معاك والله، بس مين يفهم الكلام ده؟ اهم حاجة انك تبقى راسي وانت بتقول النصيحة، وتبقى واثق مليون في المية من صحتها. انت هتنصحهم بمبادئ الاسلام، فلازم تكون مركز وواثق من نفسك وما يهمكش اللي يسفه منك. احنا مش هنضحك على بعض، هما معاهم حق، لان في يوم من الايام كنت زيهم واوحش كمان. اديك قلت كنت، انما انت الحمد لله بفضل من ربنا بقيت في مكانة تانية دلوقتي. فايه المشكلة انك تشدهم معاك لطريق الصح؟ وبعدين يا اخي شرف ليك انك بقيت كده، واصلا كل الموضوع انك تغيرهم من جواهم مش ظاهريا كده وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. طب اقول لك، ما انا كده كويس، عارف قيم ومبادئ ديني وعايش بيها وفي حالي. ابعد نفسي عن اي نصايح او اي حاجه تجيب لي بلبله ووجع دماغ، على الاقل عشان ما اعملش عداوات مع حد او اخسر صحابي. ما تسيبش طريق ربنا عشان ترضي الناس. انت هتخيب ولا ايه؟ طالما انت عارف ان ده حرام ما تخافش ولا تجيب ورا، وقول ان ده غلط وده حرام. لو لقيت حاجه غلط وانت قادر تحلها وسكت عنها، هتشارك صاحب الغلط ده في غلطته وذنوبه. عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله: حقا على شاربي الكؤوس أن يتناصحا، وإذا لم يتناصحا فالذنب ذنبان والإثم إثمان، إثم شرب الخمر وإثم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أوف، يعني كل واحد شفته بيعمل غلط وما نصحتوش بقيت زيه بالظبط كده. والله أعلم برضه، يعني الشرط الوحيد إن يسقط عنك حتمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون في غيرك يقوم بالدور ده. فهمت؟ بس هقولك حاجه اجمد بقى، انا ساعات بكون بعمل ذنب معين وصاحبي عارف وهو كمان بيعمل نفس الذنب، واروح اقول له وانصحه، الاقيه بيقول لي شوف نفسك الاول وبعدين تعالى انصحني. معلش يا اسطى، ما صاحبك ده ما يعرفش انك بتجاهد نفسك قد ايه عشان تمنع نفسك من الذنب ده، فما تزعلش منه وانصحه برضه وفهمه الحديث ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغض الكلام الى الله ان يقول الرجل للرجل اتق الله، فيقول عليك بنفسك. طب اخلع منه ازاي ده؟ بقول لك يا اسطى، على بلاطه كده، لان بصراحه عايز اخلع من النقطه دي. قول لي كده، انا هستفيد بايه من النصايح دي؟ يعني ده بالعكس، انا ممكن اخسر ناس كتير في حياتي، او على الاقل هيتجنبوني وهياخدوا عني طابع ان بعمل نفسي شيخ، او على الاقل هيبعدوا عني عشان ما باين لهمش ان هم غلط. طب ما هي الف بركه انك تخسر ناس زي دي. يعني اللي تنصحه مره واتنين وتيجي على نفسك عشان تصلح حاله وتلاقيه بيتعوج عليك وممكن يبوظك كمان، لا ده بناقص منه خالص. وما فيهاش حاجه يا سيدي اما تكون مستشيخ وتفتخر بده كمان، وتلاقي لك كده الصحبه حلوه تنصحوا بعضكم للصح. وبرضه ما تقلقش على اخواتك الفاسدين، جايز يوم من الايام كلمه او نصيحه من بتوعك ترشق في دماغهم وتصلح بيها حالهم، وتلاقيهم معاك في نفس الطريق. يا اسطى، اخر مره والله،
هو لازم يعني لازم امر بالمعروف وانهى عن المنكر والحاجات دي؟ الحاجات دي يا سيدي لازم تعمل الحاجات دي. وبعدين ما دام في ايدك تعمل حاجه صح ما تعملهاش ليه؟ وهقول لك برضه حاجه يمكن تخفف عليك الحوار شويه. خلي الموضوع جوه راسك ودورها مره واتنين وجرب مع حد عزيز عليك من باب انك خايف عليه. من الاخر كده حد انت متاكد انه هيتقبل نصيحتك ومش هيقل منك. هتلاقي الموضوع سهل وهتبقى مبسوط وانت بتعمله مع الباقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تمام كده الدنيا أسهل شوية وهحاول أعمل ده، بس برضو عايز أعرف ربنا هيجازيني إيه على كده؟ يا حبيبي هو في العموم أصلا واجب مقدس وفرض عليك كمسلم. مفروض عليك تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر طالما أنت متأكد من صحة معلوماتك. بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إيه يا عم، كان ممكن نقفل الليلة بالآية دي من أول ما اتكلمنا أصلا، يعني لخصت كل حاجة. إزاي بس؟ هو أي نعم ما علينا إلا السمع والطاعة، لكن من الضروري إنك تفهم الأول على الأقل تبقى عارف أنت ماشي في أنهي طريق. طب أنت شايف إيه يا اسطى؟ انا هقدر اعمل كده؟ ده بقى انت اللي هتقولهولي الاسبوع الجاي بعد ما تشوف تأثيرك لما تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولا تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر من غير غرور ولا عنطزة فارغة، عشان انا عارفك. تمام؟ لا يا اخي مفيش كلام من ده، ما احنا عارفين انا وانت كنا ايه. سبحانه الهادي، ربنا يثبتنا على طاعته. لو لسه مكمل معايا لغاية هنا كمل دعمك بلايك وشير وكومنت بالصلاة على النبي، وما تنساش تفعل زر الجرس وده بعد ما تسبسكرايبر في القناة عشان اول ما انزل اي جديد يوصلك. وبس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.